المكان ده فاتح 24 ساعة وهيبقى صديقك لجوع نص الليل. المكان ده اسمه أليكس وان، موجود في التجمع الخامس. نبدأ أول حاجة بفطيرة مشكل جبن، 4 أنواع جبن. بسم الله. الفطيرة خفيفة قوي، طعم الجبنة فيه حدقان كده برضو سنة، تقريبا حاطط كيري. هي بجد حلوة قوي. هو كمان عامل خصم 15% عشان يبقى صديقك بجد بعد نص الليل. تاني فطيرة هنجربها سجق كيري. الفطيرة دي باكلها عنده من 2014. الفطيرة دي بتبقى سجق وكيري وخضار. هو نفسه المرة دي طعمه أحلى كمان من كل مرة بجيبها. دي فطيرة شرقي سوبر سوبريم. دي بتبقى فطيرة عادية جواها سلامي وبسطرمة ومشروم، وحاطط عليها من فوق وش خضار وطماطم وجبنة رومي. هي حلوة بالرغم من كل الحاجات اللي فوقيها، إلا إنك برضو بتحسها خفيفة. دي مكرونة اسمها أليكس وان. هو كاتب في المنيو إن هو فيه وايت صوص وبشاميل، يعني حاسس بطعم البشاميل واضح قوي. في رشة فلفل كده بسيطة. بيتزا تشيكن رانش. هي من البيتزات التخينة شوية. هي العجينه حلوه، تتبيله الفراخ حلوه، بس صوص الرانش خفيف شويه. دي ابسط فطيره حلو ممكن تجربها في اي مكان. بتبقى فطيره مسقيه لبن وعليها سكر، السهل الممتنع. بتبقى خفيفه قوي، فبتبقى فطيره حلوه كده تحلي بيها في الاخر. دي اكتر فطيره انا بحبها من عندهم، الشوكولاته موز. الفطيره دي انا سبتها للاخر عشان هي حلو وعشان هي فيها كميه لغوصه كده. الموز غمق شويه عشان بقالنا فتره بنصور، بس نحافظ على المنظر العام. تبقى فطيره شوكولاته وعليها موز ومحشيه من جوه كاستر من جوه ورشه مكسرات خفيفه. الكاستر اللي جوه هو مش مسكره خالص، بحيث ان الشوكولاته اللي بره سكرها هو اللي يوازن الموضوع كله. الشوكولاته اللي بره دي طعمها حلو قوي.